السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي طلبة تالتة ثانوي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلام. دلوقتي بقى زي ما حلينا الدرس الأول من كتاب مندليف على الكيمياء العضوية، هنحل بقى الدرس الأول في كتاب مندليف برضو الكيمياء العضوية، بس الوافي بقى، ماشي؟ مش مندليف بقى. يلا بينا، صلوا على النبي. نبدأ بالسؤال الأول. السؤال بيقول: أي من العبارات التالية غير صحيحة عن اليوريا؟ كلنا عارفين إن اليوريا عبارة عن سي ماسكة بربطتين O وماسكة في N وN وماسكه في اتش كده واتش كده واتش كده واتش كده. كلكم عارفين رسمه اليوريا، تمام؟ اللي انا اعرفه ان اليوريا ده اول مركب عضوي يمكن تحضيره من مركب غير عضوي. احنا بنحضر اليوريا من ماده اسمها سيانات الامونيوم زي ما فولر حضره، بس خد بالك هو عايز غير صحيح، احنا عايزين غلط، فالجمله الاولى صح. جزيء اليوريا يحتوي على 7 روابط سيجما ورابطه واحده اي ورابطه واحده باي. تعال اما نشوف، صلي على النبي. بص يا هندسه، دي سيجما، دي سيجما ودي سيجما، دي سيجما ودي باي، ودي سيجما ودي سيجما ودي سيجما. فلو عدينا سيجما هنلاقيهم 7 سيجما، ولو عدينا باي هنلاقيهم 1 باي. هو قال جزيء اليوريا يحتوي على 7 روابط سيجما ورابطه واحده باي، صح. احنا عايزين برضو الغلط. تعال نشتغل. بيقول لي يستخدم اليوريا كسمات. هو فعلا اليوريا سمات، بس بيزود النبات بالنيتروجين والفوسفور. هو النيتروجين الراجل ده عنده نيتروجين بس الفوسفور لا، ما فيهوش فوسفور. الفوسفور ده رمزه بي، والراجل ده ما عندوش فوسفور، فده الاجابه، ده الغلط. هو مركب عضوي يذوب في الماء. طبعا عارفين اليوريا ماده صلبه توجد في بول الثدييات وتذوب في الماء لانها بتقدر تكون نوع من الروابط اسمها روابط يا دكاتره الهيدروجينيه. اظن كده السؤال الاول تمام. يتفق سيانات الامونيوم مع اليوريا. طبعا سيانات الامونيوم واليوريا بيسموهم عندنا ايزومران، والايزومران او الايزومرات بتتفق في 3 حاجات. قال لي تتفق في، اسمع بقى هندسه، الصيغه الجزيئيه. عندهم نفس السيهات، نفس عدد السيهات، نفس عدد الاتشات، نفس عدد الانات، نفس عدد الاوات. وبتتفق في الكتله الموليه، وبتتفق في يا دكاتره الصيغه اسمها الصيغه الاوليه. يبقى اي ايزومر بتتفق في ال3 دول، تمام؟ فهنختار حاجه بقى. هو بيقول لك يتفق، يبقى احنا هندور على الصيغه الجزيئيه او الكتله الموليه او الصيغه الاوليه، فيبقى الاجابه رقم ب. اظن سؤال سهل. السؤال الثاني: من خلال التفاعل التالي اي العبارات التاليه صحيح؟ بص يا هندسه، ال NH3 مع ال H اللي هنا ده يدينا NH4، تمام؟ CNO. الماده دي زي ما انتم شاطرين وعارفين اسمها سيانات الامونيوم، ده ملح غير عضوي، تمام؟ سيانات الامونيوم ده غير عضوي. فوغلر خد الملح ده وعمل له عمليه تسخين عند 60 درجه. التسخين بيعمل عمليه هنا اسمها اعاده ترتيب، فلما حصل اعاده ترتيب ادانا واي اللي هو اليوريا اللي هو ماده ايه؟ عضويه، يبقى ده عضوي. فهو بيسالك اي العبارات الاتيه صحيح؟ اكس وواي مركبان عضويا؟ لا، اكس ده غير عضوي وواي عضوي، تمام؟ اكس وواي غير عضويا؟ لا. اكس مركب عضوي؟ لا. اكس اللي هو سيانات الامونيوم غير عضوي، تمام؟ وواي اللي هو اليوريا مركب عضوي، فالجمله دي صحيحه. السؤال اللي بعده، ركز بقى في السؤال ده عشان في طلبه كتير للاسف الشديد مختلفه شويه في السؤال ده او متلخبطه فيه. ما الصيغه البنائيه الصحيحه؟ يعني عايزها مكتوبه صح لمركب عضوي حلقي غير متجانس. اولا استبعد ب ده متجانس. لو قلنا غير متجانس بيبقى فيه ذره غريبه زي الان والاو والكلور والبروم واليود والحاجات دي. فالف وجيم ودال طبعا حلقي غير متجانس، فيها كلور وفيها ان وفيها او. هي اللعبه كلها ان هو عايزها صحيحه. لو احنا ركزنا على الف، الكلور، هو الكلور بيعمل رابطه ثنائيه؟ لا غلط، الكلور بيعمل رابطه احاديه. وطبعا ب غلط اساسا لان الهيدروجين برضو بيعمل رابطه احاديه، انا عامل رابطه ثنائيه فبرضو ده غلط. تعالى على ج، النيتروجين بيعمل رابطه ثلاثيه، هو عامل هنا كام رابطه؟ قال لي 1 2، فبرضو ده غلط. امال مين اللي صح؟ ده ليه؟ لان الاو تكافؤ ثنائي واحنا عارفين ان هو بيعمل رابطه ثنائيه، فهنا مظبوطه. يبقى اللعبه هنا بقى مش لعبه متجانس وغير متجانس، هي اللعبه هنا لعبه روابط. روابط هنا لازم تبقى صح، فالوحيد اللي عامل روابط صح هي الاكسجين، لان الاكسجين بيعمل رابطه ثنائيه فعلا، وده كلام مظبوط وفل 24 قرار. نخش على السؤال اللي بعده. كل مالي من المركبات عضويه ما عدا احنا عارفين ان علم الكيمياء العضويه بيدرس اي حاجه فيها كربون ما عدا كام حاجه؟ حوالي 7. اول اكسيد الكربون، ثاني اكسيد الكربون، املاح الكربونات واملاح البيكربونات والسيانيد والسيانات والثيوسيانات. فالميثان ده عضوي، الايثين عضوي، الايثاين عضوي، طبعا الاجابه د ثيوسيانات، لان انت واخد السيانيد والثيوسيانات والسيانات دي مركبات غير عضويه، خد بالك وعايز معاها. السؤال اللي بعده، مقارنه المركبات العضويه الغير عضويه. الراجل بيقول لك ما هو الشرط الاساسي اللي لابد من وجوده في الماده العضويه؟ ايه الشرط اللي اقول على الماده دي عضويه؟ ان لازم يبقى فيها عنصر الكربون، لان الكيمياء العضويه ده العلم الذي يهتم بدراسه مركبات الكربون، فيبقى الاجابه الف.
تمام. اهم شرط في الماده العضويه ان نقول عليها ان يكون فيها كربون، ده شرط اساسي. السؤال اللي بعده، كل مالي رضيء التوصيل، رضيء يعني عضوي ما عدا، يعني بيقول لك كل دول عضوي ما عدا ايه؟ تعال نبدا من الاخر. اليوريا عضوي واحنا عارفين الكلام ده، واخدين محلول الايثانول اللي هو الكحول الايثيلي واخدينه في المنهج ان هو عضوي، فالجمله دي صحيحه. وايثير ثنائي الميثايل اللي هو الايزومر بتاعه برضه عضوي. طبعا الاجابه هي محلول كلوريد الامونيوم، وطبعا محلول كلوريد الامونيوم ده محلول ملح غير عضوي، واولا هو ما فيهوش سي اساسا. تمام. كلوريد الامونيوم رمزه NH4Cl، ما فيهوش كربون يعني. أي من المركبات الآتية يحتوي على رابطة أيونية؟ قلنا الرابطة الأيونية دي موجودة في الغير عضوية، فاحنا هندور على حد غير عضوي. مين الغير عضوي؟ لسه قايلينها فوق، سيانات الأمونيوم. سيانات الأمونيوم غير عضوي، احنا مركزين في الحتة دي. تمام تمام يا هندسة. السؤال اللي بعد، طبعا اليوريا عضوي والنفسلين عضوي والسكر طبعا ده مركب عضوي. السؤال اللي بعده، طبعا السؤال 9 ده هندرسه في درس الألكانات، بس برضه هحاول أقوله لك وتركز معايا. أي المواد الآتية عند تسخينها مع أفران الأكسجين يتكون خليط من غازين؟ احدهما يكون راسب ابيض مع هيدروكسيد الكالسيوم. اللي بيكون هيدروكسيد الكالسيوم ده ماء الجير، صح؟ مين بقى اللي كان بيعكر ماء الجير ده؟ غاز ثاني اكسيد الكربون. والاخر يظهر كبريتات النحاس اللامع. يا فاكر التجربه دي؟ ده بخار الماء. تمام. اذا الحاجه دي لازم يبقى عندها هيدروجين وفي نفس الوقت لازم يبقى عندها كربون، دي ماده عضويه، لان الماده العضويه لما بتيجي تحترق بتطلع ثاني اكسيد الكربون وبخار الماء. تمام. هل هو الجازولين؟ اركنه. هل هو السيانات؟ طبعا اتش وسي ده عضوي، كربون ده عضوي، احنا عايزين ماده عضويه، يعني هننقي ماده عضويه. سيانات الامونيوم احنا لسه قايلين ان هي غير عضوي. الكربونات احنا عارفين ان العضويه بتدرس اي حاجه فيها كربون ما عدا اكاسيد الكربون واملاح الكربونات والبيكربونات، فالكربونات غلط. السيدرايد ده هناخده في الباب الاول، بس اكتب رمزه عندك كده FeCO3، كربونات الحديد، فده غلط لانه فيه كربونات، فيبقى الاجابه الجازولين. الجازولين يا دكاتره اللي هو زي البنزين كده، تمام، ده عضوي، ده ماده عضويه، فذاكرها. يبقى ما انت عارف ان العضويه اي حاجه ما عدا اكاسيد الكربون، سيانيد، سيانات، سيوسيانات، والكربونات والبيكربونات، فعشان كده استبعدنا به وده الوجيم، فيبقى الاجابه الف. السؤال اللي بعده، احد الصيغ الجزيئيه التاليه تحتوي على رابطه ثنائيه لما نيجي نكتبها؟ تعال، اول مركب لو جينا رسمناه عباره عن 2 سي. تعال الاتشات معانا 5، ادي 1 2 3 4 5، واحط السي ال الاخيره هنا، فالراجل ده ما عندوش رابطه ثنائيه، ده عنده رابطه احاديه بس، فده غلط. تعال على جيم، صلي على النبي. والله ادي السي، السي بتعمل 4 روابط، حلو حلو قوي. هنحط هنا اتش وهنا اتش وهنا اتش. انت عندك كام اتش؟ 5، انا دلوقتي حطيت 3 يتبقى 2، اركنهم، حط الان. الان بيعمل رابطه يبقى ناقص له 2 واكملها باتشات، هتلاقيها مظبوطه، سي ومعانا 5 اتشات ومعانا انايه، فالجمله دي صح. بس للاسف الراجل ده مش هينفع لانه عايزه رابطه ثنائيه، والراجل ده كل الروابط هنا احاديه، فما تنفعش. طب تعالى على د، تعالى نجرب د كده. ادي السي، السي هنا ماسكه معانا 4 اتشات وهايه، فانا هرسم 3 اتشات، تمام، ويتبقى او ماسكه في اتش عشان تبقى مظبوطه، برده ما ينفعش لان الروابط هنا كلها احاديه. تعالى بقى على ج، السي هنا ماسكه في اتشايتين. طب السي بتعمل كام رابطه؟ قال لي والله السي بتعمل كام رابطه؟ 4. هنا السي عامله رابطتين، يبقى ناقص لها 2 تعملهم مع الاو. هتلاقي المركب عباره عن سي واتشايتين وعنده رابطه ثنائيه، فيبقى الاجابه ج فعلا هي اللي صح. اظن الموضوع سهل. السؤال اللي بعده، سؤال كان تجريبي 2021 في الصيغه البنائيه المقابله بعد اعاده كتابتها صح بشرط عدم تغيير الصيغه الجزئيه، يعني سيب السيهات زي ما هي وسيب الاتشات بس العب في الروابط. طب تعالى نركز كده، السي اللي على الطرف دي، السي دي تمام ماسكه في 3 اتشات، يبقى المفروض كان اصلها رابطه واحده، ازاي تحط رابطه ثنائيه؟ يبقى ده غلط، يبقى حول الرابطه الثنائيه دي رابطه احاديه، يبقى خلي دي احاديه كده. طب تعال بص السي بقى اللي في الاخر هنا، السي دي اللي انا عملت عليها خط دي ماسكه في 3 اتشات، يبقى المفروض كان اصلها رابطه، هو عامل 2، لا غيرها خليها واحده، فكده المركب بقى مظبوط. شوف كده لما شلت الرابطه الثنائيه وخليتها رابطه احاديه هتلاقي المركب اتظبط خالص. طب السؤال دلوقتي، المركب بقى كله روابط احاديه، لما المركب يكون كله روابط احاديه بيسموا العله دي عندنا عله الالكان، والالكان معلوماتي عنها ان هي اليفاتي، ومعلوماته عنها ان الالكان ده مركب مفتوح السلسله مش حلقي، ومعلوماتي عنه يا هندسه ان هو الكان مفتوح السلسله مشبع، تمام، كل الكلام ده مظبوط لان جميع الروابط فيه سيجما، فغير مشبع غلط، الكين غلط، الكين غلط، والاجابه اليفاتي مشبع ومفتوح السلسله، يبقى الاجابه الف.
السؤال اللي بعده 12 عدد ذرات الهيدروجين المرتبطه بذره الكربون رقم 1. ركز. ذره الكربون رقم 1 عامله كام رابطه؟ قال لي 1 2 3 يبقى ناقص لها 1. اذا ذره الكربون رقم 1 عندها هيدروجينه واحده بس تساوي كل ممالي ما عدا ايه؟ يعني عايز الغلط. عدد ذرات الهيدروجين المرتبطه بالكربون رقم 2. تعالى الكربون رقم 2 عامله كام رابطه؟ ادي 1 2 3 يبقى اصلها اتشايه. هل فعلا تساويها؟ تساويها فعلا. ده عندها اتشايه وده عندها اتشايه. طب يلا نص عدد ذرات الهيدروجين المرتبطه بذره الكربون رقم 4. تعالى ذره الكربون رقم 4 عامله 1 2 يبقى اصلها اتشايتين. فهل الهيدروجين الواحد يساوي نص الاثنين؟ هل الواحد نص الاثنين؟ ما الجمله دي صح. طب تعالى على جيم. ضعف عدد ذرات الهيدروجين المرتبطه بالكربون رقم 3. طب تعالى الكربون رقم 3 عندنا رابطتين يبقى ناقصلها اتشايتين. حلو قوي. هل الاتشايه الواحده الواحد ضعف الاثنين؟ هل الواحد ضعف الاثنين؟ لا، الواحد نص الاثنين مش ضعف وده غلط. يبقى الاجابه رقم ج. السؤال اللي بعده ما الصيغه البنائيه الصحيحه لليوريا؟ تعالى نرسم اليوريا عباره عن سي كده في النص عامله رابطتين مع الاو وان كده وان كده وكل ان ماسكه في اتشايتين. طبعا انت متعلم رسمتها كذا مره فالدنيا بالنسبه لك فل. ده رسمه اليوريا فاحنا هندور على الرسمه دي. فين بقى الرسمه دي؟ اعتقد ان هي بيها مظبوطه. ركز بقى. السؤال اللي بعده ما الصيغه الجزيئيه للمركب التالي؟ احنا عارفين ان كل زاويه في الشكل تمثل كربونه. فدي كربونها ودي كربونها ودي كربونه. فالراجل ده عنده 3 كربونات. طب تعالى وعنده اوهايه واحده قدامك. طب تعالى نكمل الاتشات. الكربونه دي عامله كام ضلع؟ ادي 1 2 يبقى ناقصلها اتشايتين. والكربونه دي برضو عامله ضلعين يبقى ناقصلها اتشايتين. والكربونه دي عامله ضلعين يبقى ناقصلها برضو اتشايتين. يبقى توتال سي 3 اتش 6 اهو. يبقى الاجابه رقم كام يا هندسه؟ الف. اظن الموضوع سهل اهو. السؤال اللي بعده سؤال حلو قوي. مركبان عضويان سي 2 اتش 6 اهو. طبعا انت عارف ان الصيغه دي تعبر عن مركبين. ايه هما المركبين؟ اول مركب اسمه الكحول الايثيلي او بيسموه عندنا الايثانول وده رمزه هندسه C2H5OH. تمام؟ حلو قوي. تاني حاجه هندسه تمثل صيغه اسمها ايثير ثنائي الميثايل. وانت عارف ان ايثير الثنائي الميثايل ده عباره عن او في النص ماسكه في مجموعتين ميثايل CH3 اللمادي وCH3 اللمادي. حلو؟ تمام. طبعا احنا مذاكرين الصيغه دي. بيقول لك المركب الاول اسمه XYOH. حلو. اللي هو ده اللي هو الكحول الايثيلي. طب انا عايز افك الكحول الايثيلي. ادي الاو اتش اهي. يلا نفك السي 2 اتش 5. انت اخدت التسميه معايا وعارف ازاي بتفكها. بتتفك ازاي؟ قال لي والله يا مستر سي اتش 2 وسي اتش 3. طبعا مذاكرين الكلام ده. اذا الاكس هتبقى سي اتش 3 والواي هو السي اتش 2. تمام؟ احنا من غير ما نكمل الجزء الثاني او المركب الثاني احنا ممكن نجاوب. ليه؟ ما هو بيقول لك ما الصيغه الجزيئيه للمجموعه واي ومجموعه واي. واي دي اللي هي مين؟ قال لي السي اتش 2. تمام؟ اللي انا عايزك تحفظ لي اسمها ميثيلين. كمان مره اسمها ايه بقى؟ ميثيلين. حلو قوي. طب تعالى على المركب الثاني هو الايثير. هو ده اللي هو ده او في النص ماسكه بسي اتش 3 وسي اتش 3. طبعا السي اتش 3 هتمثل الرمز اكس يبقى ده اكس وده اكس وده اكيد لي انها صح لان فعلا برضو السي اتش 3 اسمها انها اكس برضه. فالجمله دي صح. السؤال اللي بعده من خلال التفاعل التالي يلا بينا NH4Cl زائد NaCNO. ال Na هياخد ال Cl يدينا NaCl. حلو حلو. زائد ال NH4 هتاخد ال CNO يدينا NH4CNO اللي اسمها سيانات الامونيوم. هو الراجل خد واي اللي اسمها سيانات الامونيوم اللي انا رمزها NH4CNO. التسخين هنا بيعمل عمليه اسمها اعاده ترتيب فتدينا زد اللي هو اليوريا. وانا عندي معلومه ان اليوريا وسيانات الامونيوم وانا قايل المعلومه دي من شويه الاثنين ايزومران. عندهم نفس السيهات نفس عدد الاتشات نفس عدد الوات نفس الانات. فبيقول لك مين ومين من المتشابهات؟ قلنا واي وزد فده غلط وده غلط. الاجابه واي وزد. والمركب اكس ده اللي هو ملح الطعام. ملح الطعام عضوي ولا غير عضوي؟ والله هو ما فيهوش كربون يبقى غير عضوي. يبقى الاجابه جه. تمام؟ يبقى الاجابه جه. خش على السؤال اللي بعده. اي الصيغ الجزيئيه التاليه ليس لها مشابه جزيئي يعني ملهاش ايزومرات؟ اولا سي 5 اتش 12 هم عباره عن 3 ايزومرات وانا معلمهم لك ترسم 5 سي بالشكل ده كده. تمام؟ كده قصر السلسله وندخل في النص يا هندسه. حلو قوي. وندخل في النص هنا وهنا.
بعد كده اخليهم 3 واعمل 2 في النص. طبعا الكلام ده احنا متعلمينه في شرح المحاضره، واللي ما سمعش المحاضره هي موجوده على اليوتيوب في نفس الحاجه. فالراجل ده ليه 3 ايزومرات، سي 4 اتش 10 هترسم 4 سي كده، وبعد كده تقصر السلسله هتخليهم 3 وتدخل واحده في النص، فالراجل ده عنده ايزومرين اهو، ده وده. طب تعالى على د، تعال انت خدت التسميه فاكيد عارف انا هرسم 3 سي. معانا بروم، سيبك من الاتشات، الاتشات ملهاش لازمه. لو ممكن احط البروم هنا، لو قلت لك سمي المركب ده فانت جدع هتقول لي بحدد اطول سلسله كربونيه بالشكل ده، هرقم من الطرف الاقرب للتفرع، الطرف الاقرب للتفرع، فالمركب اسمه 1 برومو و3 اسمها بروبان. طب ما انا ممكن اجيب مركب كمان، والله ازاي؟ ممكن ارسم كربونه وكربونه وكربون واحط البروم هنا في النص عادي، انا حر يا جدع، وهحدد الرابطه 1 2 3، يبقى المركب اسمه 2 برومو بروبان. صعبه دي؟ لا. عايز اسالكوا سؤال حلو قوي، هو واحد ذكي قال لي يا مستر ينفع تحرك البروم هنا؟ قلت له هتبقى هي نفس الاولى، ما تبقاش ذكي، ما احنا بنرقم من الطرف الاقرب للتفرع. اذا الصيغه ده مركب ولا مركبين؟ لا مركبين، 1 برومو بروبان و2 برومو بروبان، فالراجل ده عنده ايزومران يعني عنده مركبين اهو. تمام. اما ج هي الاجابه طبعا. ليه؟ سي 2 اتش 6 ده ما عندوش ايزومرات، انا لو رسمت 2 سي تعرف تاثر وتدخل في النص. اولا لو جيت حددت اطول سلسله المركب ده اسمه ايثان. تمام. واحد قال لي يا مستر طب انا ممكن اقصر السلسله واعملها كده، يا ابني ما اطول سلسله برضه هتبقى اسمها ايثان، فالراجل ده ملوش ايزومرات، هو مركب واحد. اما ده عباره عن 3 مركبات، اما ده عباره عن مركبين، اما ده عباره عن يعني ده 3 مركبات، وده مركبين وده مركبين، اما ده عباره عن مركب واحد. ايزومران يعني ليه اخوات، الراجل ده ليه اخوات، 3 اخوات اهم، ودول اخوي يعني اخين، ودول وده اخين. اما ده واحد لوحده وحيد بس. يبقى الاجابه رقم ج. السؤال اللي بعده، المركبات الاتيه تعتبر ايزومرات للصيغ الجزيئيه. ايزومرات يعني نفس السيات، نفس الاتشات، نفس الاوهات. طب تعال، المركب الاولاني عد كده فيه كام سي؟ هتلاقيهم 4. عد معايا. المركب الثاني فيه كام سي؟ 1، وهنا خد بالك الاثنين دي مضروبه هنا، يبقى 2 و1 يبقوا 3، وواحده هنا يبقوا 4، يبقى الراجل ده عنده 4 سي. عد معايا. طب تعالى على ج، الراجل ده عنده كام سي؟ اهو عنده 2 هنا، عنده 2 وعنده 1 وعنده 1، يبقى توتال 4. حلو. طب تعالى على د، عد السيات، ادي 1 ودي مضروبه هنا يبقى 3 وواحده يبقوا 4. كلهم عندهم 4 سي. خلاص السيات ما نفعتش، ركز على الاتشات. تعالى ادي 3 و2 5 و3 يبقوا 8، يبقى سي 3 اتش 8، سي 4 اتش 8 انا اسف. ادي 3 اتشات و2 في 2 ب4 يبقى 7 وواحده يبقوا 8 برضه. ادي هندسه 2 في 3 ب6، وادي واحده 7 وواحده كمان يبقوا 8. طب تعالى على الاتشات اللي هنا، ادي 3 و2 في 2 ب4 و3 7 وواحده يبقوا 8، برضه الاتشات ما نفعتش، يبقى ركز على الاوهات. والله الراجل ده عنده اوهايه واحده، الراجل ده عنده اوهايه واحده، الراجل ده برضه عنده اوهايه واحده، بس الراجل ده عنده كام او؟ عنده 2. ده عنده واحده وده عنده واحده وده عنده واحده، اللي اختلف عنهم دال. فهمتها؟ سهله. يبقى الايزومرات نفس العدد، نفس عدد ذرات الكربون، نفس عدد الاتشات، نفس عدد الاوهات. يبقى انا ببص على الكربون لقيتهم قد بعض في الكربون، تمام. اركز على الاتشات لقيتهم قد بعض في الاتشات، تمام. ببص على الاوهات ما لقيتهمش قد بعض، خلاص اختار المختلف. 19 عدد المتشكلات الجزيئيه للصيغه سي 4 اتش 10، انا لسه معلمها لك اهو. هرسم 4 سي. قلنا الايزومرات بنعملها ازاي؟ بنقصر السلسله، يعني بدل ما هم 4 خليهم 3 وندخل واحده في النص. ينفع بقى اسال الناس اللي خدت التسميه سؤال؟ ثانيه واحده نصلي على النبي، يعني همسح كده بس حاجه بسيطه، وعايز اعلمك حاجه كده ليك وللزمن، ولو عايز تتاكد ان دول ايزومرات فعلا اعمل اللي انا هقول لك عليه ده. هم 4 سي، تمام. انا رسمت 4 سي اهو، فكملت الاتشات، دي ناقص لها 3 اتشات، دي ناقص لها اتش 18، دي ناقص لها اتش 18، ودي ناقص لها اتش 18. قلت لك سمي المركب ده، فالدكتور قال لي احدد اطول سلسله كربونيه، حددناها. فالمركب ده اسمه بيوتان. حلو قوي. السؤال بقى الثاني، انا عايز اعمل المركب كمان، قلنا بنقصر السلسله، يعني بدل ما هم خليهم، ما هو بدل ما هم 4 خليهم 3، حط واحده في النص كده. كمل اتشاتك، دي ناقص لها 3 اتشات، دي ناقص لها اتشايه، دي ناقص لها 3، ودي ناقص لها 3. يلا هندسه سمي المركب ده. اول خطوه بحدد اطول سلسله زي ما احنا متعلمين. تاني حاجه هرقم، قلنا بنرقم من الطرف الاقرب للتفرع، مش فارقه التفرع كده كده في النص. فالمركب اسمه 2 ميثايل و3 اسمها بروبان. السؤال
هل الاسمين مختلفين؟ لا، يبقى الاثنين ايزومرات. يبقى المركب ده ليه كام ايزومر؟ هما 2، ويبقى الاجابه الف. بيوتان و2 ميثايل بروبان. السؤال اللي بعده، اي مالي يعتبر متشكل بناء للايثانول؟ الايثانول يا دكاتره اللي هو الكحول الايثيلي. تمام؟ متشكل يعني ايزومر اخوه. ايزومر ده يعني اخ ليه. مين شبهه؟ مين اللي كان اخوه؟ اخدنا الكحول الايثيلي ومين؟ حاجه اسمها ايثير ثنائي الميثايل. وانت عارف ان الايثير بيميزه مجموعه اسمها او في النص، فعشان كده الاجابه جه. السؤال اللي بعده، يمكن التمييز بين الكحول الايثيلي والايثير عن طريق كل دول ما عدا ايه؟ تعالى، الحاله الفيزيائيه ولا التفاعل مع البوتاسيوم ولا نواتج الاحتراق ولا التفاعل مع الصوديوم؟ اولا الحاله الفيزيائيه تمام، الحاله الفيزيائيه مختلفين، الغليان وكمان الكحول الايثيلي يا دكاتره وايثير ثنائي الميثايل. الكحول الايثيلي سائل، اما الايثير ثنائي الميثايل ده غاز. التفاعل مع البوتاسيوم الكحول بيتفاعل اما الايثير ما بيتفاعلش. التفاعل مع الصوديوم الكحول بيتفاعل اما الايثير ما بيتفاعلش. فكل ده صح، اللعبه كلها هتبقى في نواتج الاحتراق. ليه؟ الكحول الايثيلي ده ماده عضويه عندها سي او اتش، والايثير ده ماده عضويه عنده سي او اتش، فلو ولعت في ده هيطلع ثاني اكسيد الكربون وبخار الماء، ما انت عارف، ولو ولعت في ده برضه هيطلع ثاني اكسيد الكربون وبخار الماء. فكده يا دكتور ما اختلفوش، فكده ما عرفناش نميز بينهم بالاحتراق، فالجمله دي صح، نواتج الاحتراق هي اللي مش هتميز ما بينهم. تعالى على اللي بعده. التجربه دي احنا عارفينها، اللي هي الكشف عن عنصري الكربون والهيدروجين في الماده العضويه. بيقول لك ما الاسم الكيميائي للمركبات النهائيه المتكونه بعد فتره طويله. ركز في حته بعد فتره طويله. حته قماشه، حته القماشه دي هتطلع عندها عنصرين، الكربون والهيدروجين. الكربون بيطلع ثاني اكسيد الكربون، والهيدروجين بيطلع بخار الماء. بخار الماء بيعمل ايه؟ انت فاكر بخار الماء بيحول كبريتات النحاس اللامائيه البيضاء الى كبريتات نحاس مائيه زرقاء. فرقم واحد هنا هيتكون كبريتات نحاس مائيه زرقاء، ماشي، عشان في خرج بخار الماء. فهدور على دي. كبريتات نحاس لا مائيه، لا لا مائيه، لا هتبقى مائيه ولونها ازرق. تمام؟ طب تعالى على 2، ثاني اكسيد الكربون بيروح لماء الجير بيعكره. بس خد بالك، خد بالك من الحته دي، احنا منبهين على الحته دي في الشرح كمان في المحاضره. قلنا الفتره قصيره بيتكون كربونات، اما الفتره طويله الكربونات بتبدا تتحول لحاجه اسمها بيكربونات ويزول التعكير. اذا خد بالك، هو الراجل هنا قال بعد فتره ايه بقى؟ طويله. طويله يبقى كربونات ولا بيكربونات؟ لا بيكربونات، فيبقى الاجابه د. ركز، لو كان قال قصيره كنت اخترت كربونات، بس هو قال طويله. ماشي. السؤال اللي بعده، معلش، كل المواد التاليه تعطي عند احتراقها في الهواء غاز ثاني اكسيد الكربون وبخار الماء. عشان تدي ثاني اكسيد الكربون وبخار الماء لازم تبقى ماده عضويه، ما عدا يبقى عايز حاجه غير عضويه. اليوريا ده عضوي تمام، الورق عضوي تمام، حته القماشه عضوي، يبقى كلوريد الامونيوم لان ده غير عضوي واحنا عايزينه عضوي. فالف وجيم وب كل ده عضوي، وده عضوي، وده عضوي، اما الاخير هي اللي غير عضوي. السؤال اللي بعده، يستخدم اكسيد النحاس. استنى انا هشرح لك التجربه دي وقايل لك اكسيد النحاس دوره ايه؟ قال لي ليه دورين، بيشتغل لا اما عامل مؤكسد لا اما بيشتغل مصدر للاكسجين، فيبقى الاجابه مصدر للاكسجين. تمام؟ اللي مذاكر هيعرف الكلام ده بسرعه. سؤال 25، عند احتراق ماده عضويه تحتوي على عناصر الكربون والهيدروجين والاكسجين والكبريت. خد بالك الف وفره، الحته دي هتفرق. الكبريت هيطلع غاز اسمه SO2، الهيدروجين هيطلع بخار الماء، اما الكربون هنا بقى المشكله في الكربون. الكربون لو كميه صغيره بيطلع غاز اول اكسيد الكربون اللي هو ده، لو كميه وفيره يعني وفره بيطلع ثاني اكسيد الكربون. فاذا ادام قال وفره يبقى ثاني اكسيد الكربون، يبقى يطلع ثاني اكسيد الكبريت ده، وهيطلع ثاني اكسيد الكربون اللي هو ده، وهيطلع بخار الماء اللي هو ده. طب انت كنت اختار اول اكسيد الكربون لو امتى بقى؟ لو ايه بقى؟ قال لي لو كميه محدوده، فعشان كده الاجابه هتبقى 1 و3 و4، 1 و3 و4 يبقى الاجابه ب. السؤال اللي بعده، تقسيم المركبات العضويه. دي احلى حته بقى. المركب الذي له الصيغه C6H12 ده الضعف، ينفع حاجتين، ينفع يبقى الكين او الكان حلقي، بس انت عارف الفرق ما بينهم صح؟ الالكين غير مشبع، اما الالكان الحلقي ماله؟ مشبع. تمام؟ خد بالك من الفرق ده، يبقى الاجابه الكين او الكان حلقي. السؤال اللي بعده، اي من الصيغ الكيميائيه التاليه تعبر عن مركب حلقي مشبع؟ حلقي يبقى الكان حلقي مشبع. الالكان الحلقي CnH2n يعني الضعف، هدور على حد الضعف. فين بقى الضعف؟ ده مش ضعف
ولا ده ضعف ولا ده، يبقى الاجابه ج. الاربعه ضعفها 8. ولو عايز ترسمه ترسم الاو كده، ودي تعمل كده، ودي سي ودي سي ودي سي ودي سي كده، هتطلع مظبوطه معاك. عندك 4 كربون واو. عايز تتاكد ان الاتشات صح، الكربونه دي ناقص لها اتش 18 ودي 2 ودي ناقص لها اتش 18 ودي ناقص لها اتش 18، فيطلع سي 4 اتش 8 او، فهتطلع معاك على طول سهله. السؤال اللي بعده، الرسم البياني التالي يوضح العلاقه بين عدد ذرات الكربون وعدد ذرات الهيدروجين. ادي الكربون اهو وادي الهيدروجين اهو. اي مات ينتمي للهيدروكربونات المشبعه، مشبع يبقى الكان او الكان حلقي، بس المفتوح السلسله يبقى الكان بس. تمام؟ ما هو خد بالك الالكان مفتوح السلسله، اما الالكان الحلقي حلقي مش محتاجه. الالكان صيغته العامه يقال لي سي ان اتش 2 ان زائد 2، يعني ضعف زائد 2، بضاعف وازود 2، فانا هدور على حاجه كده، فهتطلع الاجابه. تعالى ما نشوف ايه وبي. تعالى على ايه وبي. نبدا بايه؟ ايه ده عنده كام كربونه؟ 4 وعنده كام هيدروجين؟ 10، يبقى الراجل ده رمزه سي 4 اتش 10. سي 4 اتش 10 الضعف زائد 2، يبقى الجمله دي صح. طب تعالى على بي. بي عنده 2 كربون وفي نفس الوقت عنده 6 اتشات، يبقى سي 2 اتش 6، فالضعف زائد 2 يبقى ده تمام، يبقى الاجابه اي وبي زي ما اتفقنا. تمام؟ يبقى خد بالك بقى من الحته دي. ماشي يا هندسه؟ ماشي يا مستر. نخش بقى دكاتره على السؤال رقم 29. السؤال بيقول اي من المركبات الاتيه تعتبر من الهيدروكربونات دي يا دكاتره اللي عندها سي و اتش فقط. خد بالك في فرق ما بين حاجه اسمها الهيدروكربونات والمشتقات. الهيدروكربونات سي و اتش بس، اما المشتقات سي و اتش وعناصر اخرى. اليوريا غلط، ليه؟ لان اليوريا مشتق. ليه مشتق؟ اليوريا هندسه عندها سي و اتش زائد عناصر ثانيه، لان عندها ان وعندها او، فاليوريا اقول عليها مشتق. ثانات الامونيوم ده غير عضوي اساسا فما ينفعش. ايثر ثنائي الميثايل. الايثير ده رمزه كده او سي اتش 3 يمين وسي اتش 3 شمال، فالراجل ده عنده سي و اتش، عنده سي و اتش وعنده زياده عنصر اللي هو الاو، فده اقول عليه مشتق. المشتق يبقى سي و اتش وعناصر اخرى، عايزين بقى سي و اتش فقط. البروبان الحلقي. البروبان الحلقي او الالكان الحلقي صيغته الضعف، وبروب يعني 3، فسي 3 اتش 6، الراجل ده عنده سي و اتش بس، فالجمله دي صح. خش على اللي بعده. اي الصيغ التاليه تعبر عن مركب اليفاتي غير مشبع. غير مشبع يعني عنده باي، عنده باي، واللي عنده باي هم عيلتين، لا اما الكين يا اما الكان حلقي بس، لا معلش، لا اما الكين لا اما القاين، بس لازم يكون اليفاتي. تمام؟ الالكين طبعا اللي هو عيله الروابط الثنائيه، والالقاين اللي هو عيله الروابط الثلاثيه. طبعا تستبعد ده البنزين، والبنزين اروماتي، خد بالك هو عايزه ايه بقى؟ عايزه اليفاتي. هستبعد ب. ليه ب؟ لان ب ده الكان، والالكان مشبع وهو عايزه غير مشبع، لان جميع الروابط هنا احاديه. هستبعد ج لان جميع الروابط احاديه، فده الكان، فده مشبع، فده غلط. يبقى اختار الف. الف الراجل ده عنده رابطه ثنائيه اهو واضحه قدامك اللي هي الحته دي، فالراجل ده الكين، والالكين غير مشبع، فالجمله دي صحيحه. خد بالك. السؤال اللي بعده، اي من المجموعات التاليه تعتبر غير مشبعه؟ غير مشبعه يعني عندها باي، واللي عندها باي لا اما الكين يا اما القين، ودي مركبات ايه؟ اليفاتيه او اروماتي اللي هو البنزين، يعني زي البنزين او مركب اروماتي. تمام؟ يبقى الكين والقين بس دول اليفاتي، او اي مركب اروماتي روما انت حافظهم، البنزين والنفسالين والانثراسين. البروبان الحلقي غلط، مش معانا. البروبان الحلقي ده مشبع وعايزه غير مشبع. النفسالين تمام اروماتي. الهكسان غلط لان الهكسان ده الكان والالكان مشبع. الكحول الايثيلي غلط لان الكحول الايثيلي مشبع. وطبعا البنتان الحلقي برضو غلط. الانثراسين ده اروماتي يبقى ده تمام. البروبين ده الكين تمام. اليوريا عندها باي، ما في اول الحل كنا قايلين ان اليوريا عندها 7 سيجما وواحده باي، فالجمله دي صحيحه. يبقى د. ما نوع الروابط؟ طبعا الروابط اللي في الهيدروكربونات الدكاتره اللي هي العضويه، يعني الماده العضويه الروابط اللي فيها ما انا قايل لك تساهميه غير قطبيه، يبقى الاجابه تساهميه غير قطبيه. طب ايه حكايه نقيه؟ والله بص، تساهميه غير قطبيه ما بين السي والاتش، نقيه ما بين السي والسي. ما انت بترسم يعني مثلا انت ممكن ترسم سي وسي، اتش كده، اتش كده، فلما تيجي تشتغل الحته دي مثلا او الرابطه دي تساهميه غير قطبيه. اما السي دي والسي دي الرابطه اللي ما بينهم مع السي والسي نفس العنصر بيسموه عندنا نقيه، اللي هي كان فرق السالبيه 0، فاكرها؟
نفس العنصرين سي وسي، خد بالك منها. اليوريا، اليوريا طبعا انت عارف رمزها سي ربطتين او، ان اتش يمين، ان اتش 2 يمين، وان اتش 2 شمال، ده رمزها. حلو قوي حلو قوي يا مستر، صلي بينا على النبي. اليوريا هيدروكربونات مشبعه، لا هي مشتق. اليوريا مش ليه مشتق؟ عشان عندها سي واتش وعناصر اخرى اللي هم الاول ان. قلنا هيدروكربون غلط، هي مشتق. مشبع ولا غير مشبع على حسب هي عندها باي ولا ما عندهاش. دي سيجما ودي باي، الراجل ده عنده باي، باي ده يبقى غير مشبع، فيبقى الاجابه ده. نخش بقى دكاتره على السؤال رقم 34. السؤال بيقول اي من ازواج المركبات التاليه من المشتقات. طبعا عارفين المشتق بيبقى عباره عن سي واتش زائد عناصر اخرى، والعناصر الاخرى طبعا اللي هو او ان وهالوجينات والحاجات دي. الايثاين والبنزين ده مركبات هيدروكربونات، اليفات وارومات. الكحول الايثيلي رمزه C2H5OH. لو انت عايز برضو تتاكد انك صح، بص هقول لك على حاجه. الايثاين ده الكاين، اس يعني 2، الكاين بضاعف ونقص 2 يبقى C2H2، ده عنده سي واتش يبقى ده اسمه هيدروكربون، فده غلط. تعالى الكحول الايثيلي عنده سي واتش وعنده زياده عنصر اللي هو الاو، فده مشتق، فالجمله دي صح. اليوريا عندها سي واتش وعناصر اخرى زي الان والاو، فده مشتق، فالجمله دي صح، يبقى الاجابه ب. اكد معلش. الميثان رمزه CH4، الراجل ده عنده سي واتش بس، يبقى ده هيدروكربون مش مشتق. النفسالين رمزه C10H8، واخدينه. والايثان اس يعني 2، ان يعني الكان بضاعف وزود 2، فالاثنين عندهم سي واتش، يبقى دول انا اقول عليهم هيدروكربون مش مشتق، يبقى ده غلط. تعال على السؤال الاخير، سؤال 35، سؤال حلو قوي قوي، ده يعتبر اتقل سؤال النهارده. يعتبر المركب C3H5Cl هو عنده سي واتش بس ولا سي واتش وفيه عنصر زياده؟ لا عنده عنصر زياده اللي هو الكلور، فاقول عليه مشتق، فهستبعد الف. قدامي لا ب لا د لا ج. هو مشتق الكان ولا مشتق الكين ولا مشتق الكين؟ عايز تتعلمها بحركه ذكيه قوي، اسمع اللي انا اقول لك عليه. شيل الهالوجين وحط مكانه اتش، فكانها C3H5، شيل الكلور وحط مكانه اتش، يبقى اتش 3 صح. جمع الاتشات يبقى C3H8. يلا شوف المركب ده يخضع لعيله ايه؟ التلاته ضعفها 6، عشان تبقى 8 زود 2 يبقى الكان، يبقى الاجابه مشتق الكانات، يبقى الاجابه ب. فهمتوني؟ يبقى لو جالي هالوجين في مركب وعايز اعرف العيله بتاعته، شيله حط اتشات وبعد كده اشوف. طب اديكم مثال حلو قوي. C3H6 مثلا، C3H، معلش انا اسف، ده قلنا مثلا يعني بدي مثال C3H مثلا 4، اللهم صل على سيدنا محمد، Cl2، وقلت لك الراجل ده اولا ده مشتق عشان فيه ذره غريبه. طب وانا اعرف مشتق الكان ولا الكين ولا الكاين منين؟ يلا هندسه، شيل السي ال وحط مكانه اتش، كانها C3، هتشيل 2 Cl وحط مكانهم 2 اتش مع الاربعه يبقى 6، يبقى C3H6، يبقى ده مشتق الكين ضعف يعني، وهكذا بقى. يبقى انت تشيل الهالوجينات وتحط اتشات وهتطلع معاك العيله على طول. تمام يا هندسه؟ تمام يا دكتور. كده يا دكاتره خلصنا حل محاضره الاولى من كتاب الوافي. اشوفكم في فيديوهات اكتر، وجود باي اند هاف ا نايس تايم.